يا بابا، يا ماما، أنا مش دايماً بقول اللي بحس بيه، بس جوايا حاجات كتير، وأكتر حاجة بتعيش معايا من غير ما تتشاف هي الخوف. أنا بخاف، بس مش من العتمة بس، ولا من الصوت العالي وبس. أنا بخاف من حاجات يمكن انتوا ما تاخدوش بالكم منها، بس أنا شايفاها كبيرة، كبيرة قوي. بخاف لما أنسى أعمل حاجة كنتوا مستنيينها، بخاف لما تقولولي خيبتي ظننا، بخاف أكون مش على قد توقعاتكم، فبكتم وأسكت وابتسم، بس من جوايا باخد خطوة لورا، وبعد خطوة في خطوة لحد ما أختفي. بخاف من إني أقول رأيي وتزعقولي، أو تقولولي كلامك مش مهم دلوقتي. بخاف أطلب حضن واسمع مش فاضيين دلوقتي. بخاف لما بكون تعبان ومحدش يسألني. بخاف من الوجع اللي جوه قلبي ومش لاقيله دوا. بخاف من إن كل ده يفضل جوايا وأكبر بيه. أنا صغير، بس دماغي مش فاضية، فيها أسئلة كتير ملهاش إجابة، وخوف من حاجات ملهاش شكل بس ليها إحساس. بخاف لما الاقيكوا بتزعقوا لبعض وأنا مش فاهم ليه، بس قلبي بيخبط أسرع ورجلي بتتقفل على بعض وأنا متكتف ومش قادر أنطق. بخاف من المدرسة أحياناً، من المدرس اللي بيزعق، من السؤال اللي معرفلوش إجابة، ومن الطريقة على طريقتي في الكلام. بخاف أطلب حاجة بسيطة وأترفض، بخاف أفرح قوي وتقولولي كفاية بقى، بخاف أضحك بصوت عالي وتقولولي أنت قليل الأدب. أنا بخاف، بس مش لاقي حد يحكيلي، وكل ما أقول أنا خايف حد يقول كفاية دلع، أو ما أنت راجل. أنا مش راجل، أنا طفل. راجل في جسم صغير؟ لأ، أنا إنسان صغير عنده مشاعر كبيرة وخوف أكبر من اللي بيتشاف. نفسي حد يقولي خوفك مش عيب، نفسي حد يسمعني وما يضحكش، يمسك إيدي ويطبطب عليا ويقولي أنا جنبك لحد ما تطمن. كل مرة بخاف ومحدش بيسأل، الخوف بيكبر. كل مرة أخبي ومحدش ياخد باله، أنا بصغر، مش في الطول بس في القيمة اللي شايفاها لنفسي. أنا محتاج لما أخاف أسمع ما تخافش إحنا معاك، مش بصوت عالي، بصوت دافي، صوت يخليني أصدق إني مش لوحدي. الخوف بيقعد جوه الطفل سنين، ما بيروحش بسهولة، لكن بيتحلى بكلمة، بنظرة، بحضن. يمكن حضن واحد بس يخلي الطفل يطمن عمره كله. أنا مش ضعيف علشان بخاف، أنا قوي علشان بقول إني بخاف، وقوي أكتر لما لاقي اللي يسمعني. في الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة مختلفة خالص، هنتكلم عن الطفل اللي بيسكت كتير. ليه ساكت؟ بيفكر؟ متضايق؟ ولا ساكت علشان مش لاقي مكان يحكي فيه؟